أهلا بكم مع شخصية جديدة من رواد ورائدات السينما المصرية. توجو مزراحي من أوائل المصريين الذين امتهنوا الإخراج السينمائي، وعمل بالمونتاج وكتابة القصة والسيناريو والتمثيل، ومن الأوائل الذين أسسوا شركة للإنتاج السينمائي، وأول من فكر مع المخرج أحمد بدرخان في إنشاء نقابة للسينمائيين في مصر، واكتشف العديد من النجوم والفنانين في سماء الفن والسينما. في أثناء تلقي تعليمه في إيطاليا وفرنسا لنيل شهادة الدكتوراه، دخل استوديو غومون، والذي كان من أهم استوديوهات صناعة الأفلام، فتولد لديه الشغف والرغبة بالعمل السينمائي، ودرس جميع مراحل صناعة السينما من تصوير وإخراج ومونتاج، واشترك بعدة أدوار صغيرة في الأفلام في فرنسا، وقام بشراء معدات تصوير حديثة حينذاك، واستخدمها في تصوير عدد من الأفلام القصيرة عن مدينتي باريس وروما. شاهدوا الحلقات كاملة على قنواتنا وصفحاتنا المتنوعة. شكرا لكم.